سكويد جيم، المسلسل الأكثر مشاهدة على نتفليكس، قصته جاية منين؟ سكويد جيم 2 من أهم المسلسلات المتوقع عرضها في 2024، وصرح المدير التنفيذي لنتفليكس إن الجزء الأول من المسلسل كان مرشح إنه يبقى من أعلى المشاهدات في تاريخ نتفليكس، ويمكن كان من أكبر الترندات ترند حلويات الديلونجا، وطبعا ما ننساش حلقات لعبة الحبار بتاعة الكبير. المهم إن قصة المسلسل غريبة ساعدت على انتشار المسلسل بالشكل ده، لعبة هتدخلها يا هتكسب وتبقى غني يا هتموت. والحقيقة إن المسلسل كان ليه كواليس كتير اتنشرت على سكرين رانت، ومن أهمها إن مؤلف المسلسل استلهم القصة بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية اللي كانت حاصلة في الوقت ده في كوريا، وكان العادي إن في ناس كتير عليها ديون، ففكر في قصة المسلسل دي واللي كانت مكتوبة في الوقت ده كفيلم، لكن الفيلم اترفض تماما. ولكن بعد كده فكر يحولها لمسلسل وأخد وقت كبير جدا في كتابته، يعني يكفي إنك تعرف إن الحلقة الأولى والثانية بس اتكتبوا في 6 شهور، وبرضه المسلسل اترفض وقعد في الدرج أكتر من 10 سنين. معلش، محدش عارف النصيب فين. والغريب ان مؤلف الفيلم كان ظروفه الماديه زيه زي ناس كتير، عايشه غرقانه في الديون لدرجه انه اتمنى يلعب اللعبه دي، ويمكن ده اللي خلاه يرسم شخصيات المسلسل صح ويخلق لهم مبررات حقيقيه لدخول لعبه خطر زي دي. من الكواليس اللي كان دمها خفيف بجد ان العروسه اللي ظهرت في اول لعبه في المسلسل، واللي بالمناسبه برضو ظهرت في مسلسل الكبير، عروسه حقيقيه موجوده في مقاطعه اسمها جين تشون، ودي منطقه ريفيه. المهم ان العروسه دي في الحقيقه هي بتحرس متحف عربيات خيول، واستلفوها في المسلسل، صوروا بيها ورجعوها تاني. حصل ده حقيقي. ولو قلنا ان في حد ممكن يبقى حظه وحش في المسلسل ده، فاكيد ده يبقى صاحب رقم التليفون اللي ظهر في اول حلقة في المسلسل. والحقيقة ان صاحب رقم التليفون كان بيستقبل حوالي 4000 مكالمة تليفون يوميا من جمهور المسلسل، وده مش غريب. الغريب ان في مرشح رئاسي كوري جنوبي عرض انه يشتري الخط ده. المهم ان بعد انتهاء الجزء الاول من المسلسل صرح صناع العمل ان مش هيبقى فيه جزء تاني، ولكن بعد فترة اعلنت نتفليكس عن وجود جزء تاني. فممكن ايه اللي يحصل في الجزء التاني؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتس.